انا دي كده اخته. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. احنا ان شاء الله النهارده عايزين نعمل حوار مع الاحفاد ونشوف هم عقليتهم بتفكر ازاي، والوقت بتاعهم ده والعصر بتاعهم ده، الكمبيوتر والتكنولوجيا والكرتون الغريب اللي بيتفرجوا عليه ده، نشوف ايه عقلهم وديهم لحد فين وبيفكروا في ايه بالظبط. ونبتدي اكلم حفيدتي مع بعضينا، وانتوا تشجعوها بقى باللايك والشير والسبسكرايب، والله يكرمنا جميعا بحق جاه الحبيب المصطفى يا رب. صلوا على الحبيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. مع حفيدتي بقى، يلا يا روضة حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد. تيتا حبت تسألني وانا بقول لها اتفضلي اسأليني، شوفي انت عايزة تسأليني ايه دلوقتي يا روضة، انت يا حبيبتي ايه نفسك تطلعي ايه؟ نفسي اطلع دكتورة. دكتورة ايه؟ دكتورة عمليات. يعني اطفال ولا قلب ولا ولادة؟ لا، اطفال. انت بتحبي الاطفال يا روضة؟ بحبها قوي. طيب انت ايه رأيك في الدنيا اللي انت عايشة فيها دي، يعني في العلم، ايه رأيك في الدراسة؟ بتحبي الدراسة قد ايه؟ بتحبي ايه اكتر حاجة في الدراسة؟ اكتر حاجة بحبها في الدراسة الحساب والانجليزي. ايه اكتر حاجة بتحبيها تتفرجي عليها في التلفزيون؟ الافلام والتمثيليات. طب والبرامج التعليمية؟ لا، انا بحبها بس بحب اتفرج عليها على الموبايل لان بفهم اكتر. طيب انا لو قلتلك دلوقتي انتي مثلا بقيتي دكتورة يا روضة، لو مثلا بقيت دكتورة انا هفرح جدا، وانا اصلا بحب اطلع دكتورة عشان اساعد الناس لو ما لقيتهمش معاهم فلوس، انا ادفع الفلوس واعمل لهم العملية، لان العيال الصغيرة ما يستحملوش الوجع والحاجات دي. يعني انتي لو جالك حد ما معهوش فلوس يا حبيبتي وعايز يكشف، خلاص انا اللي هدفع للفلوس واكشف له. يعني لو انتي كده حابة ان انتي تساعدي الناس؟ بحب يعني ان اساعد، حتى وانا صغيرة كده بحب اطلع حاجات لله، دي حتى اكتر حاجة وانا في رمضان وبحب اصوم. انا عارفة ان انتي حبيبتي بالصومة دي لك 3 سنين. انتي طب يا حبيبتي كنت بتعملي ايه في رمضان اللي فات يا روضة؟ انتي كنت بتعملي ايه في رمضان اللي فات يا روضة؟ انا كنت بصوم، وبالذات رمضان بحب اصلي قوي في رمضان وبدعي لبابا وبعدين الصلاة وماما. لازم تكون في رمضان وغير رمضان يا حبيبتي. ايوه، ما انا بحب كده. انا اصلا انا الاول ما كنتش بصلي عشان ما كنتش بعرف اتوضى، سالت ماما وتيتا بقيت بعرف اتوضى وبصلي في رمضان وبدعي لماما وبابا وتيتا وجدو، لحد بدعي لهم وبتقي الله، ما بحبش اظلم حد وبطلع حاجات لله وبحب كل الناس الطيبين. ماشي، انتي السنة اللي فاتت يا روضة كنت بتعملي ايه وانتي نازلة من البيت؟ تاخديه تعملي ايه في الاكياس؟ انا كنت بعمل في الاكياس، يعني مثلا لما كان بابا بيجيب لي فواكه كنت احط فواكه كتيره، وكنت حتى لو بابا ما جابليش بلح كنت بخلي ماما، كنت مصروفي بحوش وبجيب بلح، وكنت بحط شويه كتيره، كنت بربطهم واحطهم واوزعهم على اي ناس ماشيه غلبانه. برافو عليكي يا روضة، شاطرة يا روضة حبيبتي. طب اقولك، انتي لما ماما بتقولك اعملي حاجة يا روضة، بتقولها حاضر يا ماما من غير كذب يا روضة؟ ايه اللي بتقولي فيه لا وايه اللي بتقولي فيه حاضر، مع ان احنا المفروض ما بنقولش لا لماما؟ انا بقول لا لماما على حاجه واحده في الترويج، الكنس، بس لان انا بكرهه فعلا. تكرهي تكنسي البيت؟ اكتر حاجه بحبها في الترويق المواعين ومساح الارض واوضه الانتريه واوضه النوم واوضتي بس. وبتحبي تعملي الاكل؟ اكتر حاجه بحب اعمل الاكل هي الرز والمكرونه والباميه
بانيه وكفتة وفراخ، لكن اللحمة بعرفش اعملها، انا مكدبش، والملوخية. طب انا دلوقتي يا روضة هسألك سؤال. انتي اتفضل. مثلا لو ماشية في الشارع ولقيتي طفل بيعيط محتاج حاجة مثلا، هتعملي ايه؟ يعني لو طفل بيعيط واهله سابوه، انا طبعا اللي هعمله هشيله واديه لماما وبابا، وماما وبابا يتصرفوا، لان انا يعني تفكيري أنا هيصعب عليا. طيب يعني هيصعب عليا العيل، فلازم اشيله واديه لبابا وماما، هما يتصرفوا ويشوفوا اهله مين. طيب انتي دلوقتي لو لقيتيه بيعيط عايز لبس مثلا مم. ما عندهوش، هتعملي ايه يا حبيبتي؟ انا اول حاجه اعملها اروح شايلاه وحطاه في حته امينه، واروح اقول لماما يا بابا احيلهم اللي هما يديني فلوس، واروح اجيب له اللي هو عايزه، وبعدين ايه اشوف هو عايز يروح فين، يمكن عارف رقم امه رقم ابوه. طب نفرض ان هو معكيش فلوس يا حبيبتي تجيبي بيها، هتجيبي لهم ايه؟ إيه لو هو لو انا معيش فلوس خالص، انا راح عند خالتي هاجر اقول لها يا خالتي هاجر ينفع تديني هدوم بيجامتين من هدوم عبد الرحمن، وخالتي هاجر طبعا هترضى، وهاخد منها البيجامتين وهديها. طيب نفرض ان هي بنت يا حبيبتي، يا افرض اللي هي يا طنط بنت طنط، بنت مش ولد. بنت مش ولد، اكيد يعني اكيد هاخد من هدومي عادي، بابا وماما ما يحرمنيش ان انا ممكن يشتروا لي هدوم، بس بيشتروا لي يعني في اوقات، هجيب هدوم مني واروح ادي لهم. شاطرة لو ده، برافو عليكي يا حبيبتي. احنا طبعا لازم نعود اطفالنا على فعل الخير عشان يطلعوا يعني قلوبهم حلوة، يحبوا يعملوا الخير. والله العظيم الخير هو اللي بيقعد، والصدقة هي اللي بتقعد. يعني أنا عندي روضة دي ما شاء الله عليها، في رمضان كانت تيجي نازلة من البيت تعبي البلح في كيس صغنونة كده وتوزعها على الناس في الشارع، وهي نازلة بسم الله ما شاء الله بتحب حنينة جدا. يا ريت احنا نقعد مع أحفادنا وأولادنا ونفهمهم إن كل ده حاجة حلوة، إن الصدقة حلوة، إن الحنية على الأطفال اللي زينا المحتاجين حاجة كويسة، وإن الخير حلو وبيقعد للكبير وللصغير. يا ريت نعودهم على كده وعلى فعل الخير، وربنا يجعلهم ذرية صالحة يا رب إن شاء الله، ويكرمنا فيهم، وكل اللي عنده أطفال ربنا يخليهم له، وما تحرمش منكم أبدا ولا من مشاهدتكم ولا من آرائكم. اللي يوصل معايا لحد هنا بالله عليكم لايك وشير وسبسكرايب، وربنا يوفقنا جميعا، الله يسعد أوقاتكم جميعا يا رب. وصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.